على ضوء لقاء فران، السلبي من الناحية الإسرائيلية، الإيجابي من ناحية المغرب، لأنه اقتحم باب الإسرائيليين وعراهم. مقابلة إفران كأنها فضحت عورتهم أو عوراتهم، كأنه تعراهم من لباسهم، ظهروا في حقيقتهم. وسيصعب عليهم في المستقبل أن يجد اللوبي نتاعهم في أي بلد كان الحطام والحطب الذي يذكي نار الدعاية الإسرائيلية، اللهم إذا وجدها في السباب الذي نتبادله نحن العرب بيننا. هذا هو الذي يغذي النار والقوة الإسرائيلية الحقيقية. ونبه جلالته إلى أنه أشار مرات متكررة في مواقف سابقة طيل 5 سنوات إلى ضرورة إجراء الحوار المباشر بين إسرائيل والعرب. وفي 26 يوليوز أبلغ جلالته الأمين العام للأمم المتحدة تخليه عن رئاسة القمة العربية. وسيصعب عليهم في المستقبل أن يجد اللوبي نتاعهم في أي بلد كان الحطام والحطب الذي يذكي نار الدعاية الإسرائيلية، اللهم إذا وجدها في السباب الذي نتبادله نحن العرب بيننا. هذا هو الذي يغذي النار والقوة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.